المشاهدون في كل مكان، سعدتم أوقاتا. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نسهلها بالعناوين. فخامة الرئيس أفورقي يستقبل وزير الخارجية المصري. إحياء الذكرى ال50 لمجازر أسمرة في مؤسسة التعليم العالي. الدراجون الإريتريون يحققون مراكز متقدمة في طواف رواندا. بوتين يلتقي مسؤولا كوريا شماليا كبيرا في موسكو. حزب العمال الكردستاني يعلن وقف إطلاق النار مع تركيا. والثلوج تحاصر 57 شخصا جراء انهيار جليدي في الهند. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. استقبل فخامة الرئيس أفورقي بقاعة دندن مساء أمس 28 من فبراير وزير خارجية جمهورية مصر الدكتور بدر عبد العاطي. تناول اللقاء تطوير وتعميق العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في القرن الأفريقي والبحر الأحمر والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وتطرق المباحثات إلى الأوضاع في السودان وإيجاد الحل السلمي وجهود بناء الصومال وضمان السلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي في تصريح لإرينا إن اللقاء يأتي في إطار اللقاءات التشاورية المتواصلة بين الحكومتين الإريترية والمصرية، وتهدف العمل بفهم مشترك في قضايا السلام والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر. حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح. تم إحياء الذكرى ال50 لمجازر العدو في أسمر وضواحيها في كلية حمل مال الزراعية وكلية العلوم وكلية ما نفع للهندسة والتكنولوجيا وكلية الدقيق للتجارة والعلوم الاجتماعية وكلية أروة للطب والعلوم الصحية في الفترة من 26 إلى 28 من فبراير. وتضمنت مناسبة الإحياء التي حضرها مجتمع مؤسسة التعليم العالي بأكمله تضمنت معرضا للصور الفوتوغرافية وفيلما وثائقيا ومحاضرة وشهادات الناجين حول الفظائع الوحشية المرتكبة ضد المدنيين. وقال المحاضرون إن المذبحة التي ارتكبتها الأنظمة الإثيوبية ضد شعب إريتريا المسالم هي مثال على سياستهم المتمثلة في شعار يقول إنها تحتاج أرض إريتريا وليس شعبها، وهي جزء من الثمن الباهظ المدفوع من أجل الحرية. وأوضحوا أن الهدف الرئيسي من إحياء الذكرى ليس الانتقام بل توعية الطلاب الصغار بالماضي وزيادة فهمهم. وأدلى الناجون من المذابح بشهاداتهم كشهود عيان إلى جانب المحاضرة المقدمة. وذكر عميد كلية التجارة والعلوم الاجتماعية الدكتور ستيفانوس حيل مريم الطلاب الشباب بأن عليهم مسؤولية وطنية لمعرفة الماضي وتوثيق التاريخ. وأقيمت مراسم إحياء الذكرى ال50 لمجزرة أسمرة في ساحة الفاتح من سبتمبر يوم 15 من فبراير على مستوى الإقليم الأوسط. نظمت مفوضية الثقافة والريادة سيمينارا في غردات يوم 25 من فبراير المنصرم تركز حول الحفاظ على الموروثات الثقافية غير المادية. وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والريادة في إقليم القشبركة السيد إدريس صالح أن اتخاذ مبادرات لدراسة وتوثيق التراث الثقافي المادي وغير المادي في الإقليم. وقدم الخبراء في المجال شرحا مهنيا حول أنواع التراث الثقافي ومعنى وأهمية الحفاظ على التراث الثقافي، مطالبين بإيلاء الحفاظ على التراث اهتماما كبيرا لارتباطه المباشر بالحفاظ على الهوية والقيم الوطنية. وقال مديرية غردات السيد إسحاق طعومة أن النقاشات التي ركزت على الحفاظ على التراث الثقافي ساعدت على توسيع الفهم وتحميل المسؤولية للحفاظ عليه ونقله إلى الأجيال. وحث المشاركون على استشارة الكبار وتنظيم مناقشات وبرامج تعليمية مماثلة، لأن الحفاظ على التراث الثقافي يتطلب الاستكشاف والبحث المستمر.
نظمت دورة تدريبية في صنعاء والدقيح يومي 26 و27 من فبراير الماضي لتنمية بذور البطاطس عالية الجودة وأهميتها في ضمان الغذاء المتكامل. وأوضح مسؤول تنمية الخضروات والفواكه في الإقليم الجنوبي السيد إبراهيم سيلم أن التدريب يهدف إلى توسيع نطاق توزيع بذور البطاطس المختارة. وقال المدير العام لقسم التنويع الزراعي في وزارة الزراعة السيد سمري أملسوم إن مناخ مديرية الدقيح مناسب لتنمية بذور البطاطس المختارة، مؤكدا منح الاهتمام الكبير لتنمية البطاطس في البلاد. وقدمت في المناسبة آراء بناءة للدفع بأنشطة تنمية البطاطس. أفاد الزائرون لمعرض الابتكار والاختراع المنظم في كرن من 27 من فبراير المنصرم للدفع بقوة في أعمال الابتكار والاختراع التي عكست كفاءة ملموسة. تضمنت العروض ابتكارات قام بها الطلاب وعمال القطاع العام والأفراد في المعرض الذي يستمر حتى 2 من مارس. وقال حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى لدى زيارته المعرض إن العمل جاريا بالتعاون مع الجهات المعنية لخلق الأرضية للشباب لتطوير أعمالهم في موقع جمعي. ينظم معرض الابتكار والاختراع للمرة الثانية ومعرض الكتاب للمرة الخامسة على مستوى إقليم عنسبة. عقد شرطة مرور إقليم القاشبركة سيمينارا لأصحاب السيارات والورش والسائقين في مديرية غردات لخفض الحوادث المرورية. وأوضح قائد شرطة المرور الرائد نرأيو تسقاي أن القيادة مهنة تتطلب الوعي والنضج الجسدي والعقلي ومهارات القيادة، داعيا أصحاب وسائقي المركبات وأصحاب الورش إلى زيادة وعيهم بأسباب الحوادث المرورية واحترام تعليمات شرطة المرور. وأوضح مسؤول تحقيقات الحوادث المرورية السيد أسياس أبرهة أن ظاهرة حوادث المرور لم يتم الحد منها بعد رغم التثقيف حول مكافحة حوادث المرور، مشيرا إلى مصرع 58 وإصابة 535 في حوادث المرور التي وقعت في الإقليم عام 2024. ودعا السائقين على المعرفة الكافية بالمركبات التي يقودونها وقوانين المرور، كما حث أصحاب ومستخدمي الورش على الامتناع عن إصلاح المركبات غير المستوفية لرخص المرور. وقال مدير مديرية غردات السيد إسحاق طعم إنه ينبغي التقليل من تأثير الوفيات والأضرار الناجمة عن حوادث المرور. بدورهم طالب المشاركون بتعزيز الرقابة وإزالة الأضواء القوية الكشاف وإصلاح الطرق المتضررة. جرت في مصوع وإمبيرمي وحرقيق انتخابات إدارات الضواحي في الفترة من 22 إلى 27 من فبراير المنصرم. وتم في الانتخابات التي شهدت الوعي بالعملية الانتخابية ومشاركة قوية 22 إداريا لإدارات الضواحي ولجان القرى. كما جرت انتخابات ماثلة في علا برعد من 6 وحتى 28 من فبراير في 14 إدارة ضحية. وأشادت مدير مديرية علا برعد السيدة عائشة على النور بالمشاركة الشعبية الواسعة. حاز متسابقي الفريق الإرتلي الوطني للدراجات على مركزي الأول والثالث اليوم الأول من مارس في المرحلة السادسة بطواف رواندا 17 لعام 2025. وسجل الدراج ناهوم زرعي سباق هذه المرحلة الذي بلغ طوله 131.5 كيلومتر زمنا قدره 3 ساعات و9 دقائق و23 ثانية ليحصل على المركز الأول. وحاز زميله الدراج هنوك مولبرهان على المركز الثالث. وتفوق الدراج ناهوم زرعي على لعب فريق لوتو البلجيكي ميلان دوني بفارق زمني قدره 10 ثواني ليسجل أول فوز مرحلي له في طواف رواندا. وتمكن الدراج هنوك مولبرهان من التقدم نحو التنافس من أجل القميص الأصفر من المركز الخامس للمركز الثاني. ويتقدم الفريق الوطني الإرتلي للدراجات على 12 فرق وطنية ودولية متتبعا فريق بايك إيد الألماني المتصدر ليحصل على المركز الثاني حتى الآن. تفيد الأنباء أن طواف رواندا 17 سيختتم يوم غد الأحد 2 من مارس بسباق المرحلة السابعة والأخيرة الذي سيقطع 74 كيلومتر بالعاصمة الرواندية كيغالي. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا بكم. على الصعيد العالمي، كشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعا مع مسؤول الكوري الشمالي كبير في موسكو. والتقى بوتين في الكرملين راي هي يونغ عضو المكتب السياسي وأمين اللجنة المركزية لحزب العمال الكوريين، وكذلك رئيس لجنة التفتيش المركزية في الحزب. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن بوتين عبر عن امتنانه للدعم الكبير الذي تقدمه كوريا الشمالية لروسيا، مما يدل على تعزيز التعاون بين البلدين. وأضافت الوكالة: أبدى بوتين تقديره البالغ مجددا لما جرى عام 2024 عندما تطورت العلاقات الودية التقليدية بين روسيا وكوريا الشمالية بشكل ملحوظ، وتحولت إلى شراكة استراتيجية شاملة. ودخلت معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي اتفق عليها زعيما كوريا الشمالية وروسيا حيز التنفيذ في ديسمبر من العام الماضي. أعلن حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار مع تركيا استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان. وقال الحزب إنه سيمتثل لدعوة زعيمه المسجون بتحقيق السلام وإعلان وقف إطلاق النار بدءا. وأبدى حزب العمال الكردستاني أمله في أن تطلق أنقرة سراح أوجلان المحتجز في عزلة تامة تقريبا منذ العام 1999 كي يتسنى له قيادة عملية نزع السلاح. وأضاف أن هناك حاجة لوضع شروط سياسية وديمقراطية لإنجاح العملية. وفي وقت سابق أطلق أوجلان دعوة للحزب من أجل نزع سلاحه وحل نفسه في خطوة قد تؤدي إلى إنهاء الصراع مستمر منذ أكثر من 40 عاما مع تركيا. وتعليقا على الدعوة قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنها تمثل بداية مرحلة جديدة. وأدى الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني إلى مقتل عشرات الآلاف منذ أن بدأ عام 1984. أفادت صحيفة إخبارية بأن 57 شخصا على الأقل تحاصرهم الثلوج بعد انهيار جليدي في ولاية أوتراخند الجبلية شمال الهند. وقالت الصحيفة: اجتاح انهيار جليدي منطقة تشامولي في أوتراخند مما أدى إلى محاصرة 57 شخصا على الأقل تحت كتل ثلجية ضخمة. وأشارت التقارير إلى أن العمال المحليين قد يكونون محاصرين تحت الثلوج. وقد بدأت السلطات المحلية عملية بحث بإنقاذ المتضررين. الخبر الأخير في هذه النشرة: وقعت الصين وباكستان اتفاقية لتدريب رائد فضاء باكستاني بهدف المشاركة في مهام محطة تيانغونغ الفضائية، وذلك في خطوة تاريخية نحو تعزيز التعاون الفضائي بين البلدين. وتم توقيع اتفاقية اختيار وتدريب رواد الفضاء الباكستانيين ومشاركتهم في مهام محطة الفضاء الصينية بين مكتب الفضاء المأهول الصيني وهيئة أبحاث الفضاء والغلاف الجوي الباكستانية في العاصمة إسلام آباد. وتعد هذه الاتفاقية أول مرة يتم فيها اختيار وتدريب رواد فضاء دوليين من قبل الصين، حيث سيشارك رائد فضاء باكستاني في مهمة إلى محطة تيانغونغ الصينية في المستقبل. ختاما لنشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان، هذا أبرز العناوين. فخامة رئيس أفورقي يستقبل وزير الخارجية المصري. إحياء الذكرى 50 لمجازر الأسمرة في مؤسسات التعليم العالي. الدراجون الإريتريون يحققون مراكز متقدمة في طواف رواندا. بوتين يلتقي مسؤولا كوريا شماليا كبيرا في موسكو. حزب العمال الكردستاني يعلن وقف إطلاق النار مع تركيا. والثلوج تحاصر 57 شخصا جراء انهيار جليدي في الهند. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.